بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها، كم مرة اردت ان اجمع بنيك فيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. اختارت الكنيسة فصل هذا الانجيل في يوم ختام الصوم، والتاجر في نهاية عمله بيعمل حساب مكسبه وخسارته، والكنيسة أيضا بتعلمنا إحنا ولادها في نهاية الصوم ده نعمل الحساب بتاع حياتنا الروحية، وإيه اللي إحنا كسبناه والبركات اللي أفاضها علينا ربنا. والصوم ده كان صوم من القلب وصوم باللسان وبالفكر، وهكذا يبقى في ختام جهادنا الروحي نتطلع إلى الله اللي هو وحده فاحص القلوب والكلى ويعطي كل واحد حسب أعماله. دايما إحنا بنستعرض ربنا يسوع المسيح في محبته وفي حنانه، والإنجيل النهاردة بيتكلم كده وبيقول كم مرة أردت أن أجمع بنيك فيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. فالصورة المعروضة قدامنا صورة ربنا يسوع المسيح وهو بيطفطف حوالينا بجناحته عشان يحرسنا من البرد ومن الحر، وعشان يحرسنا من أي اعتداء علينا. عاوز يحطنا في حضنه، بيقول نقشتكم على كفي ومن يمسكم يمس حق طرفة عين. وفي نفس الوقت الإنجيل بيعرض لنا صورة المسيح اللي واقف بيقول هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. ما تكلمش المسيح باللهجة دي قبل كده أبدا. يقول ربنا، يقول بيتكم هيتخرب وهسيب بيتكم يتخرب واترككم. الحقيقة يا أحبائي إن كان المسيح يتكلم بهذه اللغة فهو هنا بيتكلم عن نفسه كديان للعالم كله. المسيح اللي جه إله متجسد وأخذ جسدنا وعاش في وسطينا وغسل رجلينا وحمل خطايانا، هو نفسه المسيح الذي سيدين العالم كله، لأن الحكم قد أعطي كله للابن. هو وحده الديان. المزمور بتاع النهاردة بيقول لأنه أتى ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. هو المسيح هيجي ديان للعالم وهيجي يفرز الخراف من الجداء كما يميز الراعي الخراف من الجداء، ويقول لدول تعالوا على شمالي ودول تعالوا على يميني. اللي على اليمين يقول لهم تعالوا يا مبارك إيه بيرثوا الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. اللي على الشمال يقول ابعدوا عني يا ملاعين للنار المعدة لإبليس وجنوده. الحقيقة يا جماعة احنا بتغيب عن عينينا صورة المسيح الديان. قم يا رب دين الأرض. هيجي وقت ان ربنا هيدين المسكونة كلها ويعطي كل واحد حسب أعماله. هيجي وقت زي ما بيقول الكتاب المقدس يأتي في مجد أبيه وملائكته القديسين ويحاكم كل واحد حسب أعماله. الله الديان ديان العالم كله. لما بيتكلم عنه المزمور النهاردة بيقول له تعالى ربي دين المسكونة بالعدل. ليه ربنا الديان؟ لأنه واحد وحده الذي يعرف خفايا كل قلب مننا. ثانيا لأنه هو وحده العادل الذي حكمه ما يكونش فيه أي ضعف ولا أي مجاملة ولا حكم يكون فيه خطأ. هو إله عادل أحكامه كلها صادقة، يعرف خفايا قلوبنا. لما جابوا له المرأة اللي امسكت في خطية الزنا وقفوها قدامه فقعد يكتب على الأرض خطايا الناس فهربوا كلهم. قال لها يا امرأة أنا دانك أحد؟ قالت له لا، أنا معرفش ليه الناس جريت من حواليه. قال لها هو ده السر بتاعي، السر بتاعي إن محدش يقدر يدين أخوه، عشان كده أنا نبهت وقلت لا تدينوا كي لا تدانوا، لأن محدش يقدر يعرف إيه اللي في قلب أخوه ولا يقدر يعرف أخطائه هو الشخصية، حتى ساعات بتبقى مستخبية عنه. لذلك يا أحبائي بيقول عنه المسيح كممثل للجنس البشري الشتم لم يشتم بل كان يسلم للذي يجازي بعدل. اللي بيقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. ما حدش قدر يدين المرأة. قال لها يا امرأة أنا أحد دانك؟ قالت له ما فيش حد. قال لها طبعا لأن دي مش شغلانتهم، ولا أنا أيضا أدينك المرة دي، اذهبي ولا تعودي تخطئي. المرة دي سامحتك لكن ما ترجعيش تخطئي. ربنا يسوع المسيح في مواقف كتيرة كان بيورينا ان هو اللي له سلطان يغفر الخطية ويسامح. يقول كده مغفورة لك خطاياك، فبدأ المتكئين يتذمرون يقولوا من هذا الذي يغفر الخطية؟
مين اللي بيغفر الخطيه الا الله؟ قال لهم طب ما هو انا ربنا اللي عارف اللي في القلب. لكن احنا مش بنتكلم على ربنا انه عادل، بيغفر الخطيه ازاي؟ عدل ربنا احبائي لما يقول الكتاب المقدس الله اتى ليدين الارض بالعدل، مسكونه بالعدل والشعوب بالاستقامه. مين يقدر يقع تحت حكم ربنا العادل؟ مين يقدر يقع تحت حكم ربنا العادل؟ مين يقدر يقول قدام ربنا ان انا اقدر افلت من العقاب بتاعه، او اقدر اقول ان انا اتبرر قدام ربنا؟ مفيش انسان. لذلك يا احبائي عدل الله واضح جدا في موت المسيح على خشبة الصليب، لان على الصليب كان الله بيدين المسكونة كلها بالعدل. سر ان يسحقه بالحزن اذ وضع عليه اسم جميعنا، اتحط عليه اسم جميعنا وبعدين سحقه. لان مين يقدر يقع تحت عقاب ربنا؟ هو عاوز يصور العقاب اللي نزل على المسيح على الصليب كان زي عملية سحق، زي ما تجيب حتة حجر او حتة تباشيرة وتسحقها كده تبقى زي الدقيق. فالمسيح اتسحق على خشبة الصليب. هو ده العدل بتاع ربنا، لان اجرة الخطية في طبيعتها موت، وقسوة ربنا على الخطية شديد جدا. فالله جه يدين المسكونة في شخص ربنا يسوع المسيح المرة الاولى. اذا الله عادل، والله ما سامحش كده اعتباطا او زي اللي بيقولوا ما هو ربنا غفور ورحيم. لا، ربنا عادل قبل كل شيء، وربنا لما يسامح على اساس انه يحمل عني الخطية بتاعتي. احنا في الكنيسة بتاعتنا نقول كيريا ليسون كتير، يا رب ارحم. معنى كيريا ليسون يعني يا رب ارحم. هل انت لو انسان بار تقول يا رب ارحمني؟ لا، ما يقولش يا رب ارحم غير الانسان اللي واقع في ورطة. يعني انا ما اروحش الواحد واقول له ارحمني واتذلل له عشان يرحمني وانا كويس وكل حاجة. لازم اكون انا واقع في ورطة. عشان كده واحنا بنقول كيريا ليسون لازم نقولها واحنا فاهمين معناها. يعني احنا واقفين قدام ربنا في خطيتنا وفي ضعفنا وفي فكرنا اللي مش نقي وفي جسدنا اللي مش نظيف، وبنقول له يا رب ارحم. طب وبيرحم ازاي؟ بنقول كيريا ليسون 41 مرة دايما. ليه؟ قال لأن المسيح اتجلد 39 جلدة وإكليل الشوك والحربة. وهذا يعني ان الخطية بتاعتي بتتغفر بطريقة عادلة جدا، بطريقة بياخد العدل الالهي فيه مجراه، ان هو بيحمل خطيتي عليه وبعدين ياخد اجرتها بالعذاب اللي تعذبه، وبعدين انا اطلع براء. ساعة ما صدر حكم بيلاطس على المسيح بالموت، في هذا الحكم عينه كان في داخله او في طياته حكم البراءة بتاعتي انا، ان انا بريء من حكم الموت. المسيح اخذ حكم الموت وانا اخذت حكم البراءة. قم يا رب دين المسكونة بالعدل. كون ان احنا نتكلم عن ربنا انه عادل، انا ما اقدرش اقف ابدا قدام عدل ربنا، لان صحيح ان ربنا عادل، لكن من يستطيع ان يقف تحت يد الله؟ مخيف هو الوقوع في يدي الله. مخيف، النبي بيقول كده، مخيف هو الوقوع في يدي الله. يبقى العدل بتاع ربنا ده ما يقدرش يتنفذ عليا ابدا، ما استحملوش ابدا. انا ما استحمل صحيح يعني اغلط في جاري وبعدين يرفع عليه قضية واروح المحكمة واستنى القاضي يحكم بالعدل، لكن ما استحملش اقف قدام رئيس الجمهورية وانا غلطان في حقه او شتمه وانا متقدم للمحاكمة. ما استحملش اقف قدام ربنا وانا باخد حكم ربنا العادل عليا، الحكم العادل بالموت وبالسحق بالحزن. قم يا رب دين المسكونة بالعدل. فالحكم العادل اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس نفذ فيا وفيك وفينا كلنا. من يستطيع ان يتبرر امامك يا ربي الا بدم يسوع المسيح؟ لاجل هذا يا احبائي كان العهد القديم كله، ولما تقرا سفر الخروج بالذات تجد الحاجة اللي بتتكرر دايما الدم. حتى ان احنا نقدر نسمي سفر الخروج ده سفر الدم، لان بدون سفك الدم لا يمكن ان تحدث مغفرة، لان ما يتمش الفداء. اذا الفداء كان ليثبت عدل الله الكامل. الكلام ده تم مرة واحدة في مجيء المسيح على الارض واحنا بنتمتع بيه، لكن المسيح مرة تانية هيطالب العدل الالهي، مش هيصلب المسيح مرة تانية، لان بولس الرسول بيقول ان المسيح مات مرة واحدة بس عن خطايانا، البار لاجل الأثمة، لكن مش هيموت تاني. هيجي وقت تكون في دينونة عادلة لكي يقع الانسان تحت حكم العدل الالهي، والحالة ديت هيبقى الحكم قاسي جدا، لانه هيقول كده اذهبوا يا ملاعين الى النار الابدية المعد لابليس وجنوده.
تقول له احنا بشرنا باسمك، اخرجنا شياطين باسمك، كنا بنصلي في الكنيسة بتاعتك، كنا علينا الاسم بتاعك. يقول اذهبوا عني لا اعرفكم يا ملاعين الى النار الابدية. الله، مش دي لغتك يا رب اللي احنا كنا بنسمعها؟ قال انا طول عمري عادل، لكن المرة دي انا اديتكم فرصة للرحمة نتيجة للعدل بتاعي اللي انا دفعته على خشبة الصليب. المرة دي العدل بتاعي بيتنفذ بحذافيره وبدقته. اذا يا احبائي، المرة الاولى الله كان عادل، والمرة الثانية هيكون عادل ايضا. وضع امامنا طريق واحد للخلاص، لان احنا نفت من هذا الحكم العادل في النهاية. وضع لينا ان احنا نآمن في الخلاص بدم المسيح ونتوب توبة صادقة. فتوبتي المصحوبة بإيماني بالدم الإلهي المسفوك من أجل على خشبة الصليب، هي التوبة ديت اللي مصحوبة بالإيمان في دم المسيح المسفوك من أجل على خشبة الصليب، هي اللي بتؤدي إلى إن أنا العدل الإلهي ياخد حقه وأنا أطلع براءة، والدم موجود قدامي على المذبح في كل يوم، والتوبة في أي لحظة الله فاتح أحضانه، وفي نفس الوقت سر الاعتراف موجود في الكنيسة في أي لحظة. من غفرتم خطاياه غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. إذن الله عمل كل حاجة من أجلي، سفك الدم والدم موجود لسه، أعطاني سر التوبة وسر الاعتراف، أعطاني إن أنا أرجع ليه وأتغسل من كل خطاياي ومن كل أسامي، وبعدين العدل الإلهي ياخد جزاؤه مني في شخص المسيح، وبعدين أنا أطلع براء. الأيام المبروكة ديت اللي احنا النهاردة بنختم الصوم بتاعنا، في الواقع احنا الكنيسة بتذكرنا بعمل رحمة ربنا الكبير اللي عمله في الذبيحة الكفارية على خشبة الصليب، وفي العدل الإلهي اللي أخذ حقه ومجراه من المسيح على الصليب، واللي أخذ حقه مننا في شخص المسيح نفسه. انت متأخر ليه؟ انت متأخر ليه إذا كان العدل الإلهي المرة دي مش هيمسك بشيء، هياخد حقك من المسيح، لكن المرة الجاية هتقع أنت تحت الدينونة الأبدية. إذا لا تتأخر في التوبة، لأن الأيام مقصرة. الآن وقت مقبول، اليوم يوم خلاص، مفيش داعي للتأخير أبدا. المسيح عاش 3 سنين يخدم في وسط أورشليم، لكن هو مش 3 سنين، منذ بدء الخليقة هو بيخدم في وسط الناس دولت، ومن أيام ما تكون الشعب اليهودي وهو بيخدم في وسطيه ربنا، لغاية لما جه ملء الزمان وظهر في الجسد. عشان كده هو عارفهم، قال لهم يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيك فيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هذا بيتكم يترك لكم خرابا. أنا عاوزك تعيش بس بعمق شوية في مشاعر المسيح وهو بينطق الكلام ده. أنا ممكن أقول لواحد ربنا يخرب بيتك، أو نقول له بيتك يتخرب، لكن ما أقدرش أقولها لابني، ما أقدرش أقولها للشخص اللي بحبه خالص وجاي عشان أموت عليه. شوف المشاعر العنيفة اللي كان بيكتسها المسيح في الوقت ده، لما بيقول لهم بيتكم يترك لكم خرابا، هيتخرب، وهيتخرب ومش هيترك فيه حجر على حجر إلا وينقض. بيطلعها من قلبه وهو بيتقطع، لأن هو ناس عشان يفدي الناس اللي هو بيقول لهم بيتكم هيتخرب ده. تتصور المشاعر دي مشاعر عنيفة جدا، وهو ما بيقولهاش كانتقام، لكن هو بيقولها كنتيجة حتمية لغباوة الإنسان وسوء تصرفه، لأن هو مرضاش يترمي في حضن الأب السماوي ولا تحت الجناحين بتوع الدجاجة، ولكن راح عشان يترمي في أحضان الصقر وفي أحضان الطيور المتوحشة المفترسة، راح يترمي في حضن العالم. وبعدين شافوا المسيح يقول له أنا جاي عشان أخدك في حضني، بيتك هيتخرب. الصوت ده ولو أنه صوت إنذار في مظهره، بيتكم يترك لكم خرابا، لكن ده انت يا رب وقفت قدام المدينة، ده انت كنت بتنطق الكلمات ديت وعينيك بتدمع. في فرق بين القاضي اللي بيحكم ويقول حكمت المحكمة بإعدام فلان، وفي فرق بين المسيح اللي واقف بيقول بيتك هتخرب يا ابني، ويبكي على المدينة. لما رأى المدينة بكى عليها، بكى عليها وقال الكلمات ديت نفسي حزينة جدا حتى الموت. الإنجيل بتاع النهاردة بيدخلنا لمقدمة لأسبوع الآلام. ايه مشاعرك يا ربي وانت داخل الآلام ديت؟ بيقول دوست المعصرة وحدي، كنت بدوس المعصرة، كنت بتعثر. بتتعثر من ايه؟ بتعثر من موضوع مهم جدا. انتوا ولادي اللي بحبكم، اللي انا نازل لكم من السماء وبنبهكم للتوبة دايما، ومحبتي ما نقصدش، وبعدين انتوا مش راضيين. انا ما بنتقمش منكم،
لكن انتوا تركتوا ينبوع الحي وحفرتم لأنفسكم آبار مشققة لا تضبط ماء. مشاعر المسيح النهاردة يا أحبائي مشاعر عنيفة جدا، ومشاعر عميقة جدا، ومشاعر حزينة جدا، لأنه شايف الخطر اللي بيحوط بينا، بيحوط بولادنا، بيحوط ببيوتنا، بيحوط بحياتي وبحياتك. شايف الشر الجارف اللي ماشي في العالم، شايف الهاوية اللي بتفتح بقها لولاد ربنا، شايف كل ده وجاي من السماء مخصوص عشان ياخد جسدي ويفديني، وعاوزني اكون في حضنه، وبعدين اتخطف من بين احضانه عشان العالم يلتهمني. واقف المسيح بيطلع الكلام ده هي وهو بيبكي، بيقول لهم بيتكم يترك لكم خرابا. يا اورشليم، يا اورشليم، يا اورشليم، يا مدينة الملك العظيم، يا اورشليم يا اللي ولادك انا راعيتهم ومشيت معاهم زي ما بيقول حملتهم على اجنحة النسور، واهتميت بيهم كما تربي المرضعة اولادها، وانا حملتكم وارضعتكم وقلتكم في البرية ونزلت لكم المن السماوي، وفي اخر الايام نزلت بنفسي واخليت ذاتي واخذت شكل العبد وباركت طبيعتكم واحتملت الهزء والتعيير والجلد والبصق وصرت كدودة حقيرة وتحملت كل هذا من اجلكم، وانتوا برضو في عنادكم بيتكم هيتخرب. يا احبائي في انذارات موجهة لينا باستمرار من ربنا. لا تحسبوا انات ربنا اهمال او انات ربنا ان هو ناسي، ولكن انما انات ربنا لتقدادنا الى التوبة، ولكن ان لم تتوبوا فجميعكم تهلكون. المسيح قال كده. الذين وقع عليهم البرج في سلوان ليسوا احسن حالا، الذين احترقت بهم سدوم وعمورة ليسوا اشر حالا، الذين غرقوا في الطوفان ليسوا اشر حالا، لكن كلها انذارات متكررة. يا اورشليم، مش دي حياتكم؟ ارسلت انبياء كتير، خبيتوا الحق، خبيتوا الحق. يا احبائي في ختام هذا الصوم المبارك ليه ما نقدمش لربنا توبة حقيقية من عمق قلبنا؟ اولا حاجتين. الحاجة الاولانية نفرح قلب الاب، نفرح قلبه، لان احنا لما نضيع منه هو يزعل جدا. الابن الضال لما كان بعيد عن ابوه كان الاب حزين طول ال3 سنين البعاد دول. نفرح قلب ربنا في نهاية هذا الصوم وفي اسبوع الامه، بدل ما نقعد نتكلم بس في الام المسيح. يلا يا حبيبي نفرح قلب ربنا. بيقول فرحت بالقائلين الى بيت الرب نذهب، وقفت ارجلنا في ديار اورشليم. الله اكبر فرحة للاب ان يشوف ولاده في حضنه. وانا عاوز اوري لك دي شهوته شهوة. بيقول كم مرة اردت ان اجمع بنيتي فيكي، نفسي تكونوا ليا بقى. نفسه المسيح بيقول النهارده هو واقف في وسطينا دلوقتي، زي ما بيقول يوحنا في وسطكم قائم الذي لستم ترونه. نفسه بيقول يا ابني انا عاوزك تكون ليا بس، يا بنتي انا عاوزك ليا بس، قلبك يكون ليا، انا اكون في حياتكم. نفسي تعرفوا زوال هذا العالم وتفاهته وحقرته، وانا ديان العالم العادل لكني رحمتكم ومت عشانكم. انا عاوزكم ليا. ليه تفلتوا من بين ايدي وفي نفس الوقت تسمع الصوت الرهيب المخيف دهوت بيتكم يترك لكم خرابا؟ كم مرة اردت ان اجمع بنيتي فيكي، كم مرة اردت. دي شهوة قلبي، شهوة قلب ربنا ان انا اعيش ليه. تفتكر واحد تعب في تربية قط، حتى في تربية حيوان أليف في بيته واكله وشربه، لما كبر يهون عليه ان هو يقتله او يرميه؟ ابدا. ربنا اللي خلقنا على صورته ومثاله، اللي رعانا كل الاجيال ديت، اللي ارسل لنا الانبياء، وفي اخر الايام نزل بنفسه واخد جسدي وصار انسان مثلي، وعاوز يحطني في حضنه واكون ليا، عاوز يدفيني كده، عاوز يحضني. صورته على الصليب قدامي باستمرار، وصليبه مرسوم في ذهني وفي عقلي، وحياته قدامي دلوقتي ما تنفصلش عني ابدا. هو بيقول لي يا ابني انا انت ليا، انت ليا، انا قدمت لك حياتي، طب انت مش تعيش ليا؟ وبعدين يا ربي واخرتها ايه؟ يقول بعدين هيجي الوقت اللي يفلت الزمان ويترك بيتكم لكم خرابا، ومش هتلاقوا فيه فايدة بعد كده. الآن وقت مقبول للخلاص وللتوبة الحقيقية يا أحبائي. إلهنا الصالح اللي ادانا فترة ال40 يوم دولت من الأسبوع الأولاني بتاع الصيام، اللي ادانا الفترة ديت يقبل الصوم بتاعنا. صحيح هو طلع من قلوب غشة وكان صوم مش من نية صافية، وبالحق احنا ما تبناش التوبة الحقيقية، ويمكن صمنا عن الأكل لكن ما صمتش بلساني ولا صمت بنظري،
ولا صمت بفكري ولا بحواسي، لكن الله في استحقاقات دمه الغالي يقبل الصوم اللي قدمته الكنيسة من أجل أولادنا، من أجل بيوتنا، من أجل كنيستنا الغالية. يقبل الصوم، يقبل الصلوات، من أجل اختيار الراعي الصالح للكنيسة، من أجل كل التجارب اللي بتمر بيها الكنيسة. يقبل هذا الصوم. يا ربي صحيح تافه، صوم تافه اللي احنا صمناه، صوم ما كانش مسحوب بالتذلل والانسحاق، لكن انت عودتنا ان انت تقبل الفلسين من الأرملة. اعتبر الصوم ده يا رب النهاردة فلسين تاخدهم على مذبحك، واحنا كلنا شعبك وبيعتك بنطلب بيك وليك إلى الآب، ونقدم لك هذا الصوم المتواضع. في ختام الصوم يا رب يسوع نرفع قلوبنا ليك عشان تدينا استحقاقات التمتع بأسبوع الآلام المقدس، عشان نشترك في آلامك ونشاركك أيضا في بهجة قيامتك، ولإلهنا المجد الدائم الأبد.